الدعاوى القضائية المقامة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا وثلاثة آخرين، مطالبين بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعزله من رئاسة النادي. وفي الوقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك المقامة من عضو الجمعية العمومية بالنادي للحكم إلى يوم 16 إبريل الحالي. وتطالب الدعوة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر 2021 وعلى رأسه المستشار مرتضى منصور تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب. وطالبت الدعوة بإلزام وزير الشباب والرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022 وفقا للسلطة المخولة له تعيين لجنة مؤقتة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 21 ل 25. مرتضى منصور بيقول إن أمير استضاف المدرب الألماني على حسابه وولاده عايزين يمشوا. مرتضى منصور بيقول إن ولاده عايزين يمشوا من نادي الزمالك. كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل مفاوضات النادي مع الألماني هايكو هيرتشل والذي لم تنجح إدارة النادي في التعاقد معه. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي المدرب الألماني اللي كان جاي الزمالك كانت الإقامة في الفندق والطيران على حساب أمير مرتضى اللي بيقولوا إنه بياخد عمولات مش عارف بس إيه القرف ده. وطالب مرتضى منصور بإغلاق الفيسبوك قائلا نحن كمصريين مش هنجوع لو قفلنا الفيسبوك اللي بقى مشتمة من الكل. وأضاف رئيس نادي الزمالك إن نجليه أحمد مرتضى وأمير مرتضى يريدان الرحيل عن النادي قائلا ولادي عايزين يمشوا وزهقانين وقلت لهم محدش هيمشي غير لما الزمالك يرجع لوضعه تاني واحنا اللي بندفع ومش بناخد حاجة من النادي وبنعمل لصالح الزمالك. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي البنك الأهلي مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يحتل الزمالك فيها المركز السابع برصيد 33 نقطة ويسعى للفوز للوصول إلى المربع الذهبي ومزاحمة الاتحاد السكندري. وكان الزمالك قد استقر على الكولومبي خوان كارلوس لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عقب مباراة شباب بوليزداد الجزائري وتم منح الفرصة للمدرب المساعد أحمد عبد المقصود الذي فشل في قيادة الفريق وتعرض الفريق تحت قيادته لعدد من الإخفاقات. ليقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالته والتآمر بالمؤامرة ومنعه من دخول النادي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله.